السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، ده اولا. ثانيا كل سنة وانتم طيبين وبخير بمناسبة عيد الاضحى. طبعا هو عدى عليه يعني اكتر من اسبوع او اسبوع، فبقول لكم كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام يا رب بالخير. ان شاء الله هنعمل كده حاجة حلوة النهاردة في الفيديو بتاعنا، وحاجة جديدة وعايزاكم ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تطلع ناجحة وجميلة. هنعمل حاجة حلوة كده، هقول لكم طبعا هي ايه. بس دلوقتي هنحط كده مقادير معايا مجين من الرز. تمام. المج ده كده هو سكر، انا معايراهم في البولات. هنزل كده، ادي واحد رز مصري عادي، ادي اتنين. تمام. وهنحط نفس مقدار المجين لبن. ده لبن انا غلياه وسبته يعني يبقى دافي كده شويه. حطيتهم كده في الخلاط، يعني مرضتش انقعهم في حاجه تانية بحيث ان انا هشتغل على طول في الخلاط، فقلت انقعهم في الخلاط. هنسيب طبعا الرز مع اللبن ده لمده ساعتين، ونرجع اقول لكم نعمل ايه تاني. حبايب قلبي الغاليين، ورجعنا تاني ان شاء الله اهو. الرز واللبن باش معانا. تمام اهو في الخلاط. تعالوا نشوف شكله. جبنا معلقه اهو. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل كيك الرز. تمام. الاضافات بقى اللي هنضيفها معايا 3 بيضات كده بدرجه حراره الغرفه، هنزل بيهم على الخليط من اللبن والرز، وهنزل بفانيليا اهي. معايا الفانيليا هما شويه كده في العلبه، هحطهم كلهم. تمام. وهنزل بكوبايه كده من السكر اهو، وهضرب كل الخليط ده. تقدري تضربيه بالهاند بلندر، تقدري تضربيه في الخلاط زي ما انت حابه. بجد كيك روعه وان شاء الله يطلع ناجح. اهو الرز بس اللي معلش انا اسفه السكر كان لازق في المج. اضرب بقى الخليط ده كله مع بعضه، وهنحط نص مج من السمنه او الزيت، ده اختياري، بس انا ما بفضلش بصراحه الزيوت في الكيكات، بحط سمنه. دي كده معايا سمنه بلدي اهي زي ما انتم شايفينها، درجه حراره الغرفه. هاخد كده 3 معالق كبار واحطهم برضو على الخليط ده. 2 و3 على طول كده من غير معيار. 3 كبار، ما يعادل نص مج من السمنه. هضرب كل الخليط ده وارجع معاكم تاني عشان الفيديو ما يطولش. حبايب قلبي الغاليين، خلاص ضربت الخليط في الخلاط بقى بالشكل ده اهو. اللهم بارك، شكله جميل جدا. تمام. هنركنه بقى على جنب، واجيب كده مجين من الدقيق اهو. ادي واحد وادي واحد تاني اهو. تمام. هنخلهم كده في السريع في بوله، ومعاهم ظرف بيكنج باودر او كيتشيف او اي حاجه انت بتحبي تستعمليها. تمام. هنخلهم برضو كده اهو. نخلتهم، وهحط ما يعادل كده معلقتين كبار شويه نشا. تمام. من زمان ما عملتش معاكم فيديوهات، بجد وحشتوني. وحشتني تعليقاتكم، يعني كل حاجه بجد منكم وحشتني اهو. هحط ذره ملح كده صغيره، ذره صغننه خالص. انا هعمل في الصينيه اللي هي المدوره دي الكحكه دي، دهنتها طبعا سمنه كويس جدا. عايزه اقول لكم بس كده معلومه عن الصواني دي، لازم لما تيجي تدهنيها ادهنيها بايدك علشان خاطر كل حته تتغلف بالسمنه، عشان لما نيجي نقلبها ما تعكسناش. تمام كده. وهحط لها كده شويه دقيق وهبدرها لما نيجي قبل ما نحط الكيكه.
تمام كده. بس كده ايه حبة صغيرين بايديا ادخلهم بس كده زي الفل اهو. الخليط معايا اهو، هقلبه بقى كده الاول. حضرت طبعا المضرب بتاعي اهو، ابعد المج وهبدأ اقول بسم الله، وهننزل بالخليط بتاعنا الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، يا رب تكونوا شايفيني. هبدأ بقى اعمل بالمضرب بسم الله. اعمل كده بسرعة عشان خاطر بس ايه متكلكعش مني. قوامه جميل جدا. لما كده بالسباتشيولا دي وارجع اضرب تاني عشان اتاكد ان الدقيق كله يعني كده اتخلط بالخليط. دي برضو لو في حاجه في القاع انا بتنيها كده وبعمل بيها، مفيش مشكله برضو. عشان الفيديو ما يطولش هبدر الصينيه وارجع لكم. يا حبايب قلبي خلاص بدرتها اهو المنظر ده، وهبدا انزل بقى كده بالكيك. الكيك بتاعي اهو قوامه تحفه بسم الله ما شاء الله اهو. نزل بقى كل اللي في البوله ونسويها على درجه حراره 180 رف اوسط، نرجع نوريها لكم ان شاء الله. حبايبي خلاص الكيك اهو الصوت ارتفع بسم الله ما شاء الله. لسه مطلعاها من الفرن مفيش دقيقتين، سيبها بس تهدى شويه وبعد كده نقلبها مع بعض ونوريها لكم. ايه رايكم في الجمال ده؟ حبايب قلبي الغاليين ادي كده قلبناها. انا هحاول اقلبها بقى على وشها عشان نقطعها. يا حبايب قلبي قلبتها كده على طبق اهو، ارجعها تاني هنا اهو. شايفين الارتفاع بتاعها بجد تحفه، واللون والتسويه بتاعتها روعه الروعه بجد جميله. هحطها هنا تمام عشان اعرف اقطعها. ثبت بقى التليفون اهو. دي كده اللي هناك دي مواعين انا غسلتها. ثواني بس هبدأ كده ايه احطها بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ونبدأ كده ايه نقطعها مع بعض نوريها لكم. هي طبعا سخنة بس انا عشان عايزة انهي الفيديو عايزة اقطعها كده واوريها لكم. يا الله عايزة اجيب بس الماسك ده عشان امسك كده قطعة وما تتبهدلش اهو. رأيكم في الجمال بجد كيك روعة الروعة اهو. مرمل هي سخنة شوية على فكرة اهو. زي ما انتوا شايفين كده
بجد تحفة، جربوها مش هتندموا، شكلها فوق الروعة. تعالوا كده نقسم حتة مع بعض، بصوا مفرغة كده وجميلة جدا. يلا بحبكم في الله، لو الفيديو عجبكم متنسونيش بلايك وشير. احلى اخوات، بصوا الارتفاع بتاعها عامل ازاي، بجد روعة الروعة. يلا حطوا لنا لايك، وما تنسوش لو اول مرة تشوفونا او تعدوا على قناتنا ياريت تعملوا اشتراك في القناة. بحبكم في الله، احلى اخوات، مع السلامة.